احنا النهارده عندنا حلقه بنتكلم فيها عن موضوع انا لا افقه فيه شيء. منورنا النهارده في البودكاست سعد صفوت، وهو السي او والفاوندر لفاينانس. النهارده هنتكلم عن التقسيط. في الموضوع عايز له 5 حلقات زي اللي احنا بنعملهم دول. اللي دخلني في الموضوع انا يعني كنت اكس بانكر، اشتغلت في باركليز وقعدت في البنك 11 سنه، اشتغلت بزنس واشتغلت ريسك. كنت في نفس البنك، بس انا يعني خلعت بدري اعمل الحاجات دي كلها. والموضوع جاي بالصدفه. يعني هو فاينانسك بالشكل بتاع فاينانسك دلوقتي بتاع منصه تمويل العربيات كانتش هو دي البدايه بتاعت فاينانسك. وده طبعا يجي دوري انا بقى، ما انا خلي بالكم الناس اللي بتتفرج، انا اصلا احد عملاء هذا الصرح. انا دلوقتي الفلوس بتاعتي هحطها في عربيه، العربيه دي مش حاجه بتدر عائد. طب ما انا اخلي الفلوس معايا، لو انا معايا الكاش استغله في البيزنس بتاعي. انا طلعت من البيت دايما، يعني كان ابويا يقول لي مفيش حاجه اسمها قسط، الحاجه اللي معاك فلوسها تجيبها، لو معاكش فلوسها ما تجيبهاش. ايه النصيحه اللي انت شايف لو حد اول مره يقسط تديها له؟ يعني ايه؟ الاي سكور ده حاجه مهمه جدا، الكريدت هيستوري بتاع الكلاينت. بتحس ان في هجوم معين على براند معين، او مثلا عربيات معينه ناس كتير قوي عايزه تجيبها قسط عشان تبقى موجوده؟ بتفرق على حسب كل فتره عامله ازاي. يعني في فتره من فترات السبورت، الرينج روفر سبورت كانت هي اللي مكسره الدنيا. يعني احنا عاملين حاجه مع دوبيزل قويه جدا. احنا عملنا سب براند اسمه بادجيتك، بيتارجت كلاينتس اللي بيحتاجوا تمويلات بمبالغ اقل، فبالنسبه لنا كانت فرصه ان احنا نبتدي معاهم. كان معانا مستر سعد صفوت.